صباح الخير الشيرات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا لاباس ومهنيين في حياتكم. اليوم جبت لكم المجموعة 11 من الصور اللي لقوها في مقابر الجزائر العاصمة. ربي شافي كل واحد، وكارثة بأتم معنى الكلمة. اليوم رايحين نحكيو عن الزوج النرجسي، وهل الرقية الشرعية تنفع فيه ولا لا، وكيفاه نتعامل معاه باش ما نخسرش داري. حباتي يعاونونا بالجام والكومنتار والبارتاج. نخليكم تشوفوا هذه الصور ونرجع لكم. كما شفتوا هذو هما الصور اللي لقوها في مقابر الجزائر العاصمة. ربي يجعل الخير وينتقم من كل ساحر. وعملية تنقية المقابر متواصلة في كامل ربوع الوطن، وإن شاء الله يسلطوا أقصى العقوبات على كل ساحر وفاجر ومشعوذ دمر عائلات وفرق أزواج. خلافا على هذا، كاين ناس ما حطمهاش السحر قد ما حطمها راجلها النرجسي. الزوج النرجسي وتقدروا تسموه بالغول اللي يلبس قناع الحب. كي تكوني متزوجة من رجل نرجسي راكي تقعدي في علاقة فيها خلطة سامة بين حب مزيف، سيطرة خفية، تدمير بطيء للروح، وتبداي تحسي ما كيش عايشة مع راجل، بصح مع حاكم. شخص يحوس يتحكم في روحك، أفكارك، تصرفاتك، حتى في إحساسك بنفسك. من برا يبان راجل مثالي، ومن داخل ياكل في لحمك شوية بشوية. الرجل النرجسي يا اختي يبان عاقل وراقي مع الناس، لكن معاك يتحول لوحش. مع المجتمع يضحك، يبين روحه مؤدب متدين محترم، لكن في الدار يتحول إلى شخص آخر وغير يعيط ويجرحك في الهضرة ويحتقرك. والحاجة اللي توجع هي أنه يلومك على كل حاجة صغيرة وكبيرة، حاجة درتيها ولا لا. في هذه الحالة أنت تولي تحسي بالذنب، وهو يخرج منها بريء كلي ما صرا والو. ما يعترفش بالخطأ تاعو ولو العالم كامل شهدوا ضده. تقولي له جرحتني كي قلت لي هذيك الكلمة، هو ببساطة يرد أنه أنت حساسة بزاف، ولا أنت فهمتيها هكا، ماشي مشكلتي. ديما أنت الغلطة، حتى لو غلط هو يلبسها ليك. يحبسك عن حياتك الخاصة، ما تخدميش، ما تزوريش، ما تهضريش مع صحاباتك، ما تقرايش، ما تلبسيش واش تحبي، ويقول لك أنا نخاف عليك. أنت ما تعرفيش المصلحة تاعك، أراكي مرتي ولازم تسمعي الكلام تاعي. وهنا يبدأ يسرقك بشوية بشوية، حتى توصلي لمرحلة ما تعرفيش روحك. كيفاش تعرفي باللي راكي عايشة في علاقة نرجسية؟ نمدلك حبيبتي بعض العلامات تدل باللي راكي عايشة مع زوج نرجسي. كل يوم تحسي روحك متعبة نفسيا حتى بلا سبب. تحسي راكي تمشي على قشور البيض، تخافي تغلطي، تبكي بزاف بصح في السر بلا ما يشوفك هو، وما تقدريش تعبري له على الإحساس تاعك. ما عندكش صوت داخل العلاقة، ما تقدريش تعبري على المشاعرك بلا ما تتحاسبي. الضرر الحقيقي للعلاقة مع الرجل النرجسي هو قتل الهوية. تفقدي اسمك، صوتك، شخصيتك، تصبحي غير زوجة فلان. يدمر ثقتك بنفسك، تولي تشكي في كل تصرف، في كل فكرة، حتى في شكلك تولي تشكي فيه. الانعزال، العائلة تبعد عليك، الصديقات يختفيوا، وانت تولي وحدك معه ومع الوحش اللي ساكن فيه. أمراض نفسية، الاكتئاب والقلق الدائم، نوبات هلع، أفكار سوداء، وأحيانا حتى أفكار في الموت. كيفاش تتعاملي معاه؟ تعاملي معاه بذكاء وهدوء، وبدون ما تأذي نفسك. حطي حدود فولاذية، ما تبريش كل حاجة، ما تعطيهش كل طاقتك، ما ترديش عليه كي يحاول يستفزك. نمدلك حبيبتي مثال بسيط. لو يقولك انتي فاشلة، شوفي راكي غير في الدار، قولي له انا نعرف قيمتي. بزاف نسا يديروا في بالهم باللي رايح يتبدل كي تهضري معاه، وكي يشوفك تبكي راح يحس. لا لا، الزوج النرجسي ما يتبدلش الا اذا راح لطبيب نفسي، وهذا نادر جدا. وما تعلقيش قلبك بأمل كاذب، ركزي على إنقاذ روحك. استعيني بمختصة نفسية، اكتبي مشاعرك، يومياتك، وش يحسك بالضعف. ديري رياضة، اقراي، تعلمي شيء جديد. رجعي اتصالك بروحك مش بزوجك. دوري على دعم خارجي، مش عيب طلبي المساعدة من أهلك ولا من صديقاتك، تثقي فيهم، من مختصين. مش عيب، بزاف نساء عايشين هذا الشي. هل الطلاق هو الحل؟ ماشي ديما، بصح مرات نعم.
إذا كانت العلاقة تهدد الصحة تاعك النفسية، تؤذي الأولاد تاعك، تسلبك إنسانيتك، فماشي لازم تقعدي، وماشي عيب تبعدي. ربي يحب السلام وماشي الذل. رسالة من القلب ليك، أختي انتي ماشي مجنونة وماشي ضعيفة. اللي راكي تعيشيه صعيب، لكن راكي صامدة. وقتك هو الآن باش تقولي خلاص، باش ترجعي تعيشي كإنسانة مشي كضحية. راكي تستاهلي الحب الحقيقي، الاحترام، حياة فيها راحة وسكينة وطموح. ما تخليش روحك رهينة أمام رجل نرجسي يحطمك داخليا وخارجيا. وربي يجعل خير ويصلح بين الأزواج. بهذه النصائح نكون كملنا الفيديو تاعنا نهار اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا منه ولو بالقليل. ادعموا القناة بالجيم والكومنتات. نتلاقوا في فيديوهات قادمة إن شاء الله. تهلاو في روحتكم. سلام.